عليكم. النهارده بقى جايبين لكم سوبر ماركت هيقطع لنا التركي قدامنا. جوله كده في محل سوبر ماركت هيقطع لكم التركي لاي حد عايز يتعلم طريقه التقطيع. هو كده هيبدا يقطعه من النص. هيقسمه نصين. وهيقسم النصين وهيقسم النص كمان نصين من النص على الدايره، نفس الدايره اللي هو عاملها. ماشي. هو دلوقتي بياخد من ورا شويه، بيطخن من ورا وينزل قدام على ما فيش. عايزاكم بقى تشجعوه كده وتقولوا لي اي حاجه عايزينها من عند السوبر ماركت تعرفوها، قولوا لي وانا انزلها لكم. زبادي، اي حاجه تتعمل ان شاء الله ننزلها لكم. بصوا بقى حتة التركي شكلها عامل ازاي. من هنا مثلا في تخن شويه وينزل من تحت لما مفيش على رقيق خالص. نرجع تاني معاه وهو بيقطع. طبعا التركي، قرص التركي لازم يتنضف من بره، يتمسك يدعك بفرشه يتقشر بالسكينه كده. احنا عملنا كده. بس في كلمه كده، اي شاب بقى عايز يشتغل صنايعي في لبان، اي حد عايز يفتح محل وما بيعرفش مثلا يقطع تركي، هي الطريقه اهي. هو كله بيمشي على الدايره عشان ينزل من تحت ما يبقاش فيه كعب معاه. يا رب تبقوا تستفادوا كده ان شاء الله. كل اللي نفسه يعمل مشروع، يفتح محل، واحد يشتغل صنايعي في سوبر ماركت، اهي الطريقه اهي. تقطيع استاذ كده والله. طبعا التوكي بعد ما بيتقطع بيتغلف ولازم يبقى متغطي كويس عشان ما ينشفش. اي سؤال بقى عايزين تسالوه بخصوص السوبر ماركت، احنا ان شاء الله معاكم في اي حاجه. بصوا بقى الحته الاخرانيه هو قلبها وهيقطعها كده وهي على بطنها، عشان طبعا مش هينفع يعملها زي دول. بسم الله ما شاء الله عليه، بصراحه تقطيعه زي الفل والله. الف شكر. اهو احنا كده داخلين المحل اهو. قلت اعمل لكم جوله فيه كده من اوله لاخره. التلاجة بيعرضوا فيها حاجاتهم هنا من جبنات بقى.
اي سؤال يخص السوبر ماركت في اي حاجه انا تحت امركم في اي حاجه. بس هو الاستاذ اللي بيتقطع مكسوف يتكلم. يلا مع الف سلامه. متنسوناش بقى في اللايك والشير، ها. يلا مع السلامه.